السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب سنة 5 ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح حل التقييمات بتاعة الأسبوع التاني. وطبعا زي ما انتوا عارفين لو انتوا لسه ما حلتوهاش ارجعوا حلوها الأول وبعد كده قارنوا إجاباتكم معانا. نبتدي أول سؤال بيقول قدر ناتج جمع الرقم اللي هو مديهولي ده باستخدام أول رقم من اليسار. طيب أول رقم من اليسار ده بنعمله ازاي؟ يبقى أنا بمسك آخر خانة موجودة عندي على الشمال وأشوفها هي في خانة ايه. التمانية هنا في خانة العشرات فتبقى 80 زائد آخر خانة من على الشمال دي أو أول خانة من على اليسار هنا دي الواحد في خانة المئات تبقى ب100. يبقى 100 زائد 80 يبقى هيديني 180. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد ناتج تقدير 9.15 زائد 7.65 بالاستراتيجية التي تفضلها. طبعا هي أسهل استراتيجية بالنسبة لنا اللي هي أول رقم من اليسار. يبقى هناخد التسعة والتسعة دي في خانة الآحاد فتبقى ب9 زائد السبعة ودي في خانة الآحاد برضو فتبقى 7. يبقى 7 زائد 9 يبقى هتديني 16. اللي بعده بيقول لي إذا كان وزن الخروف 65.525 من 1000 كيلو جرام قرب هذا الوزن لأقرب جزء من 10. اتفقنا طالما هقرب لأقرب جزء من 10 يبقى أنا بمسك خانة الجزء من إيه؟ من 10 اللي هي الخمسة، وأمشي أي أجزاء تانية أنا مش عايزاها، بس أسأل الرقم اللي قبل الخمسة على طول انت يا 2 كريمة ولا بخيلة؟ الاتنين طبعا بخيلة مش هتديها حاجة فتفضل زي ما هي 5 جزء من 10 وكل اللي ورايا ينزل زي ما هو. السؤال اللي بعده بيقول لي أيهما أكبر 15.7 أم 15.72. احنا اتفقنا ان احنا اول حاجة بنبص عليها العدد الصحيح، ده 15 وده 15 فهدخل على الأجزاء. ده عنده جزء من 10 وجزء من 100، ده جزء من 10 بس يبقى هساوي الأجزاء أحط هنا صفر. فبقت دي 70 من 100 ودي 72 من 100، يبقى أكيد ال72 من 100 هي الأكبر. السؤال اللي بعده بيقول لي أيهما أصغر. نفس الكلام هبص على العدد الصحيح الأول، ده 45 ده 45. هبص على الأجزاء لقيت ده عنده 3 أجزاء ده عنده 1 بس، فهزود ايه الصفرين عشان نساوي الأجزاء، فده بقى عنده 100 وده 57. يبقى أكيد مين الأصغر؟ ال57. طيب هنشوف حل نموذج تاني برضو للأسبوع. النموذج التاني من الأداء برضو بيقول لي اكتب عددين أكبر من 1.28 وعددين أصغر من 1.3. طالما بيقول لي عايزة عددين أكبر من ده 1.28 يبقى أنا ممكن أقول له 1.29، ممكن أقول له 31 من 100، أو ممكن أكبر العدد الصحيح نفسه وأقول 2.28 3.28. المهم إن أنا أجيب أي حاجة أكبر من دول، يا إما أكبر رقم واحد يعني أكبر مثلا ال8 بس أخليها 9 وأسيب الأرقام الباقية زي ما هي، يا إما أكبرهم كلهم يعني أقول 2.38 أو 39 أكبر خانة واحدة أكبر خانتين أكبر الخانات كلها مش مشكلة، المهم إن أنا أمسك حاجة أكبرها كلهم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي عددين أصغر من 1.3. طب دي 1.3 يبقى أنا ممكن أجيب اللي أصغر منها 1.2 أو أقول 1.1. السؤال اللي بعده بيقول لي حلل العدد الأكبر من دول، فأنا أول حاجة هعملها إن أنا أشوف مين الأكبر أصلا، فببص على العدد الصحيح لقيت ده صفر، ده 4 عدد صحيح، ده صفر ده صفر ده صفر، يبقى مين الأكبر؟ طبعا ال4 عدد صحيح، يبقى هو ده أكبر واحد. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب 3 أعداد عشرية إذا قربت لأقرب جزء من 10 كان الناتج 2.6. يعني هو عايزني دلوقتي أكتب له 3 أعداد لو قربتها لأقرب جزء من 10 يبقى الناتج 6. طيب هي فين خانة الجزء من 10 أصلا؟ 6 دي خانة الجزء من 10، عشان تبقى 6 حاجة من 2، يا إما كان قبلها رقم بخيل فمشي من غير ما يديها حاجة زي ال4 أو زي ال3 أو زي ال2 أو زي ال1، يا إما كان قبلها يبقى هي كانت 5 وكان قبلها رقم كريم فاداها 1 فبدل ما هي 5 بقت ايه 6. يبقى عشان اجيب له 3 اعداد لو قربتها لاقرب جزء من 10 تديني الناتج اللي هو 2.6، بمسك الخانة اللي هو بيقول لي عليها في التقريب اللي هي خانة الجزء من 10، يا اما اسيبها زي ما هي واحط قدامها اعداد بخيلة عشان ما تتغيرش، يا اما انقصها 1 واحط قدامها اعداد ايه كريمة اللي هو الواحد اللي هي اصلا خدته من الاعداد الكريمة.
السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان تقريب العدد 3,9756 جزء من 10,000 هو 3.98%، فما التقريب المستخدم؟ يعني المسألة دي هو خدها وراح قربها وحلها، طلع الحل بتاعه ده، فعايز يعرف هو كده استخدمها الأقرب إيه. في ناس شاطرة هتقول لي يا ميس احنا قلنا لو ساب العدد الصحيح بس يبقى ده تقريب لأقرب عدد صحيح، لو ساب لحد جزء من 10 بس يبقى ده تقريب لأقرب جزء من 10. طب هو هنا مشى دول بس ساب لحد خانة الجزء من 100 بس، يبقى كان مقرب لأقرب جزء من 100، أو لأقرب واحد على 100 أو واحد من 100 أو لأقرب رقمين 20. اللي بعده بيقول لي اشترت هناء 6,745 من 1000 كيلو جرام من الجبن، قرب الوزن الأقرب كيلو جرام. طالما قال لي الأقرب كيلو جرام وما قاليش لأقرب 10 ولا 100 ولا 1000 ولا الأقرب إيه، الكيلو جرام ده وحدة من وحدات قياس الأوزان، يبقى أنا لما باجي أقرب لأقرب كيلو جرام يعني قصدي إن أنا أقرب لأقرب وحدة من وحدات القياس، يعني أقرب لأقرب عدد صحيح. يبقى لما يقول لي أقرب لأقرب كيلو جرام، لأقرب كيلو متر، لأقرب متر، لأقرب جرام، لأقرب أي وحدة من وحدات القياس اللي احنا عارفينها، يبقى أنا كده بقرب لأقرب وحدة، يعني الأقرب عدد صحيح. يبقى هنا الستة، وهتمشي اللي قبلها كلها بس قبلها 7 كريمة تديها 1، بدل ما هي 6 تبقى 7، يبقى تقريبا 7 كيلو جرام. طيب النموذج التاني بيقول لي حدد العدد الأصغر، يبقى أنا هبص على أول حاجة إيه؟ أيوة العدد الصحيح، ده 2 ده 2 ده 2 ده 2 ده 2 كلهم زي بعض. هبص على الأجزاء كلهم عندهم 3 أجزاء، بس ده 54 ده 540 ده 504 405 45، يبقى أكيد أصغر حاجة ال45 بس. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب 3 أعداد عشرية إذا قربت لأقرب جزء من 100 كان الناتج 5.34%. اتفقنا هو بيقول لي قرب لأقرب إيه؟ جزء من 100، يبقى أنا همسك خانة الجزء من 100 اللي هي الأربعة، هسيب بقية الرقم زي ما هو، وطالما أنا عايزة خانة الجزء من 100 تفضل زي ما هي فبحط قبلها أي رقم أي رقم بخيل. يبقى أقول 5 وادي ال34% قدامها 2، أو أقول 5 و34% وبعدها 3، أو أقول 5 و34% وبعدها 4. ولو حد عايز يحط رقم كريم يبقى هيقلل من خانة الجزء من 100 واحد، الواحد اللي هي المفروض بتاخده لما العدد بيطلع كريم، يبقى هي كان أصلها 3 وكان في قبلها أي عدد كريم عشان يمشي ويديها الواحد فتبقى 4. السؤال اللي بعده بيقول لي رتب تنازليا، تنازليا يعني من الكبير للصغير، فأنا ببص على العدد الصحيح 800 800 800 800 800. أمشي على الأجزاء، ده عنده 3 أجزاء، ده 3 أجزاء، ده 2 بس وده 2 بس وده 1، أخليهم كلهم قد بعض عشان أعرف أقارن ما بينهم. يبقى هزود لده 0 عشان يبقى عنده 3، وأزود لده 0 وأزود لده 0. يبقى مين أكبر حاجة؟ ده 333 ده 3 ده 330 ده 30 ده 300. يبقى أول حاجة طبعا 333 وبعدها 300 وبعدها سوري الأول بعدها 330 وبعدها 300 وبعد كده 30 وآخر حاجة 3. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان تقدير ناتج جمع 12 من 100 زائد 84 من 100 هو 9 من 10، فما هي الاستراتيجية المستخدمة؟ طبعا احنا اتفقنا ان احنا عشان بنقدر الناتج بنقدره بكام حاجة؟ 3، يا إما بأول رقم من اليسار، يا إما بالتقريب، يا إما بصيغة عددية مميزة. طبعا هنا ده مش هينفع ايه أول رقم يسار، لأن لو قلت أول رقم يسار كنت هقول 0 زائد 0 هو الصفر، يبقى أول رقم يسار مش هينفع. طب قيمة عددية مميزة، المفروض ال8 تبقى قريبة للواحد، وهنا الواحد يكون قريب للصفر، فأقول 0 زائد 1 ب1، طبعا ده ما ينفعش. يبقى مفيش غير استراتيجية ايه؟ التقريب. طيب هو هنا استخدمها ازاي؟ ان هو مسك ال8 لقى في قبلها 4 بخيلة مش هديلها حاجة تفضل زي ما هي 8 جزء من 10. هنا الواحد في قبلها 2 بخيلة مش هديله حاجة تفضل زي ما هي 1 من 10، فتبقى 8 من 10 زائد 1 من 10 يبقى 9 من 10. يبقى فعلا دي استراتيجية ايه؟ التقريب لأقرب جزء من 10. السؤال اللي بعده بيقول لي شجرة ارتفاعها 16 و7512 جزء من 10,000 متر، قرب هذا الارتفاع لأقرب جزء من 100. فين الجزء من 100؟ احنا اتفقنا بنتحرك من البوينت، يبقى دي جزء من 10 جزء من 100 اللي هي ال5، ونمشي اللي قبلها بس نسأل اللي قبل ال5 الأول، لقيناها 1
بخيل مش هيديها حاجة، فتفضل زي ما هي 5 وكل اللي وراها ينزل زي ما هو. ناخد برضو جزء من التقييمات أو الأداءات اللي نازلة الأسبوع التاني سنة 5. بيقولي اكتب 3 أعداد عشرية أكبر من 3,275 جزء من 1000. طالما اتفقنا، طالما قال عايز أكبر من ده، يا إما أكبرهم كلهم يا إما أكبر أي خانة وأثبت الباقيين. يعني أنا ممكن أقول له هنا كده يبقى 6 وأثبت الباقي زي ما هو، او اقول له ان انا هكبر دول كلهم فخلي دي 6 دي 8 دي 3 ودي بوينت ودي الاربعة، او اغير خانتين بدل ما هي 75 اخليها مثلا 86 واخلي الباقي زي ما هو. السؤال اللي بعده بيقول لي حدد العدد الاكبر. فانا اول حاجة هعملها ان انا هبص على الأحاد العدد الصحيح، 1 كلهم 1. هبص على الأجزاء، بس أنا لقيت كلهم عندهم 3 أرقام وفي ناس لأ، أو في أعداد لأ، هزود الباقي كله. يبقى ده هحط له 0 بقى عنده 3، ده 0 بقى عنده 3، ده 0 وده 0 وده 3 وده كله 3. طب اشوف بقى اللي بعد كده الاجزاء، ده 401 341 440 55 300 300 280 490. يبقى اكيد اصغر حاجة اللي عنده 1 و55 بس. السؤال اللي بعده بيقول لي حدد العدد الاصغر. احنا بنبص لقينا ده 20 كلهم العدد الصحيح فيهم 20، فنبص على الأجزاء، في اللي عنده 3 أجزاء وفي اللي 2 وفي اللي 1، أخليهم كلهم عندهم 3 أجزاء، أساوي عدد الأجزاء يعني. يبقى أحط ده 0 ده 0 وده 0. تعالوا نبص بقى، وعايز الأصغر. يبقى أنا هنا هبص على الأصغر. أصغر حاجة ده 210 ده 900 ده 10 ده 100 ده 11 ده 1 ده 100 ده 90. يبقى أصغر حاجة اللي هي 20 وكام و1. اللي بعده بيقول لي اكتب عددين عشريين أصغر من العدد العشري 8,652 من 1000. طالما قال لي أصغر يبقى أنا هصغر أي خانة وأثبت الباقي. يعني مثلا ممكن أقول بدل الاتنين دي 1 وهخلي الباقي زي ما هو، أو أصغر العدد الصحيح نفسه، بدل ما هو 6 يبقى بدل ما هو 8 يبقى 7 وأخلي بقية الخانات زي ما هي أو أصغرها. اللي بعده بيقول لي رتب تصاعدي. تصاعدي يعني من الصغير للكبير. أنا جيت هنا لقيت ده 3 ده 3 ده 3 ده 3 ده 3، فهبص على الأجزاء، في اللي عنده 2 وفي اللي عنده 3 وفي اللي عنده 1، أساويهم كلهم عشان أخليهم زي بعض. فهحط لده 0 عشان يبقى عنده 3 أجزاء وده 0. تعالى بقى نرتب تصاعدي يعني من الصغير للكبير. ده 333 ده 33 بس، ده 330 ده 300 ده 30. يبقى أصغر حاجة 30، وبعد كده 33، وبعد كده 300 بس، بعد كده 330، وآخر حاجة 333. السؤال اللي بعده بيقول لي قرب الكسر العشري ده الأقرب جزء من 100. فين الجزء من 100؟ الأربعة. لقينا قبلها 9 هتمشي، بس كريمة تديني 1 بدل ما هي 4 تبقى 5 واللي وراها ينزل زي ما هو. السؤال اللي بعده بيقول لي قرب العدد العشري ده الأقرب عدد صحيح. اتفقنا الأقرب عدد صحيح يعني بمسك العدد الصحيح وبرمي الأجزاء الباقية كلها. بس أسأل اللي قبل الخمسة، لقيناها 8 كريمة تديها 1 بدل ما هي 5 تبقى 6. السؤال اللي بعده بيقول لي تبلغ درجة الحرارة في أحد أيام الصيف 43.7 درجة مئوية. قرب درجة الحرارة لأقرب وحدة. لأقرب وحدة يعني عدد صحيح، يبقى 43 ومشي الأجزاء كلها مش عايزاها. بس ال7 في الجزء من 10 دي بخيلة مش تديها حاجة، كريمة هتديها، فبدل ما هي 43 تبقى 44. السؤال اللي بعده بيقول لي يريد عمر بناء سور لحديقته بالكامل. قدر طول السور على الطريق تقريب كل بعد الأقرب عدد صحيح. يعني هو مديني ان هنا السور بتاع الحديقة البعدين بتوعه 75 و29 من 100 متر، والتاني 43 و56 من 100 متر. عايز يقرب كل واحد فيهم لأقرب عدد صحيح. طب هنا العدد الصحيح 75 واللي قبله هيمشي
والاتنين بخيلة مش تديها حاجة، تفضل زي ما هي 75 متر. طب التانية 43 وقبلها 5، كريمة تديها 1، بدل ما هي 43 تبقى 44 متر. السؤال اللي بعده بيقول لي تقول هدى أن العدد 8 و409 مقربا لأقرب جزء من 100 تمثله الصيغة الممتدة 8 زائد 4 من 10 زائد 1 من 100، هل توافقها ولماذا؟ أنا همشي مع المسألة واحدة واحدة. هي بتقول إنها هتقرب ده لأقرب جزء من 100، فأنا هقرب لأقرب جزء من 100 الأول اللي هو الواحد. الصفر قبله 9، كريمة تدي 1، فبدل ما هو صفر بقى 1، وادي الأربعة وادي البوينت وادي التمانية، أنا قربته. هي بقى بتقول إن أنا لما أقرب ده لأقرب جزء من 100 تقريبا اللي أنا قربته ده هيبقى موجود بالصيغة الممتدة دي. طب تعالوا نشوف كده، هل العدد اللي أنا طلعته هي دي الصيغة الممتدة ليه فعلا؟ 8 في الآحاد ب8، 4 في الجزء من 10 4 من 10، 1 في الجزء من 100 1 من 100، يبقى صح. يبقى أنا هوافقها فعلا، لأن فعلا الناتج اللي طلع الصيغة الممتدة بتاعته هي اللي موجودة قدامي. طيب تالت نوع من التقييمات برضو الأسبوع التاني بيقولي قدر ناتج الجمع باستخدام أول رقم من اليسار. اتفقنا أول رقم يسار يبقى دي 7 في خانة الآحاد ب7، زائد هنا 1 في خانة العشرات يبقى ب10، يبقى 7 زائد 10 17. اوجد ناتج تقدير الجمع بالاستراتيجية التي تفضلها، اللي احنا أسهل حاجة لينا أول رقم يسار، يبقى ال9 هنا في الآحاد ب9 زائد 4 في الآحاد ب4، 9 زائد 4 13. اللي بعده بيقول لي تريد هند السير بدراجتها 40 كيلومتر في أسبوع، فإذا صارت مسافة 34.99 كيلومتر يوم الخميس و4 كيلومتر يوم الجمعة، فقدر لمعرفة ما إذا كانت حققت هدفها ولا لأ. عايزني أقدر يعني بالتقريب كده هي حققت ولا ما حققتش. فممكن هنا ناس تيجي تقول لي إيه يا ميس 34 واللي قبلها 9 من 10 كريمة، يعني ده تقريبا 35 كيلومتر، وهنا 4 وقبلها 0 بخيلة، يعني دي تقريبا 4 كيلومتر. يبقى هي مشيت 35 كيلومتر يوم الخميس وزودت عليها يوم الجمعة مشيت 4، يبقى كده مشيت 39 كيلومتر. يبقى حققت هدفها ولا لأ؟ ما حققتوش، لأن هي ناقصلها كده كيلومتر واحد. السؤال اللي بعده بيقول لي قدر الناتج باستخدام القيمة العددية المميزة. اتفقنا قيمة عددية مميزة يعني بمسك خانة الجزء من 10 واشوفها أقرب للصفر ولا النص ولا الواحد. الاتنين دي قريبة للصفر، يبقى هنا صفر، وانا اصلا معايا 19 عدد صحيح، يبقى دي هتبقى اقرب ل19. طب هنا الجزء من 10 التمانية، والتمانية اقرب للواحد عدد صحيح، بقى معايا واحد صحيح و23، يبقوا كده 24. هجمع بقى 19 و24، 9 و4 13، 3 معايا الواحد، واحد وواحد 2، 2 و2 4، يبقى التقريب تقريبا 43. السؤال اللي بعده بيقول لي قدر ناتج الجمع لأقرب جزء من 10. لأقرب جزء من 10 يبقى همسك ال8 وشوف اللي قبلها، لقيناها كريمة تدي 1، بدل ما هي 8 تبقى 9 من 10. وهنا ال3 ومفيش قدامها حاجة، يبقى زي ما هي 3 وادي بوينت وادي 2، ونجمع 9 و3 12، 2 ومعايا الواحد وانزل البوينت، 1 و0 هو الواحد ومعايا 2، يبقى 3 و2 من 10. كده احنا خلصنا كل التقييمات بتاعت الاسبوع التاني الصف سنة 5 ابتدائي. يا رب تكونوا فهمتوا، لو في اي حاجة اكتبولي في التعليقات، ولو عجبكم شيروه لاصحابكم، ومتنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.